هل تسويه الفرن تغنيك عن الاير فراير ولا الفرق بينهم كبير ويستاهل؟ هغمي عيني وادوق نفس الاكلات بالظبط معموله في الفرن والاير فراير عشان اقول لكم النتيجه بكل شفافيه. البطاطس اكتر حاجه بتعمل في الاير فراير، فلو ما طلعش في فرق بينها وبين الفرن هتبقى ايه يعني، ذبحه صدريه مؤكده. انذبح كل شيء بينذبح مني. ابدا بالله على اليمين. حاسس ان دي انشف، بس هل انشف دي حاجه حلوه ولا لا؟ هندوق على طول واحده واحده. ودي كمان دي مقرمشه اكتر والتوابل اوضح. الطبقه اللي بره فيها دي مقرمشه قوي، يعني بتشخ كده في البق. دي قرمشتها اقل وفي حتت منها جلدت. طيب اللي انا بقوله ده بقى واضح اكتر في الشكل. دي البطاطس باين ان هي مش مزيته وما فيهاش مش شاربه زيت او وماسكه نفسها، يعني مثلا ده الفرق بينهم. دي ماسكه نفسها جدا وبتقرمش، والبطاطس اللي هنا طريه. مين اير فراير ومين فرن؟ الطبق الابيض اير فراير والطبق الاخضر فرن. دي اير فراير. مين اسرع من التاني؟ الاير فراير اخد 16 دقيقه والفرن اخد 20 دقيقه. عندنا دلوقتي قطعتين بانيه، في واحده منهم اتعملت في الاير فراير خدت 13 دقيقه تقريبا، واللي اتعملت في الفرن خدت 25 دقيقه، يعني ضعف المده. فهل فرق الوقت ده هيصب في مصلحه الطعم؟ يعني الوقت الاطول هيبقى اطرى او مستوي احسن؟ فانا هدوق، بس المره دي اسمحوا لي بايدي عشان ابقى حاسس الحاجات. طيب الفرق بينهم واضح قوي. في اول حاجه الطراوه اللي على الشمال دي قلبها طري جدا، اللي على اليمين نشفت قوي لدرجه ان الانسجه بقت مفتله شويه، وعكس المتوقع. المفروض ان اللي نشفت اكتر دي طبقه القرمشه فيها تبقى اقوى، لا العكس، اللي على الشمال مقرمشه اكتر. خد يا محمود خد، ده بسكويت والله مش بانيه. خد. عارف ان الف محمود هكملها. فانا توقعي ان اللي نشفت اكتر اللي على اليمين دي هي بتاعه الاير فراير. خلونا برضو افتح واشوف الشكل، هوريكم حتى الانسجه من جوه دي باين ان هي نشفت، باينه اهي بتلمع من السوائل. الممبار بقى انا عندي احساس ان مش هيبقى فيه فروق كبيره بين الاثنين، لان الممبار اصلا بيبقى جاي نص مقلي، فالفتره اللي هيقضيها في الفرن او الاير فراير مش عارف اذا كانت هتعمل فرق في الطعم والقوام ولا لا. بس قبل ما ادوق، الممبار اللي اتعمل في الفرن خد 30 دقيقه، واللي اتعمل في الاير فراير خد 16 بس، فدي نص المده. هنشوف بقى اذا كانوا هيأثروا على الطعم ولا لا. الاثنين سخنين جدا. نبدا باللي على اليمين. ادخل باللي على اليمين. انا شايف ان في القطعه الاتنين حاسس فيهم سن التجليده كده. طيب الاتنين فيهم نفس التجليده من بره، بس انا احساسي ان ده مستوي احسن شويه. ده محتاج تقعد تمضغ فيه فتره عشان يبقى تمام. ده مستوي كويس قوي، بيتمضغ بسهوله تمام. الرز من جوه مفيش حاجه مختلفه، فانا شايف ان التسويه هنا احسن. شوف كده واشوف الشكل بيقول ايه. اللي على اليمين واخد لون احسن، بس اللي على الشمال مستوي اكتر، ودي حاجه غريبه. بس انا توقعي ان اللي على الشمال ده هو بتاع الفرن، لانه خد وقت كتير قوي يسمح له ان يستوي بالتسويه المثاليه دي. مين فين؟ اللي على اليمين الاير فراير واللي على الشمال الفرن. ادي الطبق الاول. الطبق الثاني، الفراخ اللي استوت في الفرن خدت ساعه، واللي استوت في الاير فراير خدت 25 دقيقه بس. فهل فرق الوقت ده هيلعب في الطعم؟ هيخلي مثلا اللي طولت قطره، اللي خلصت بسرعه مقرمشه اكتر مثلا؟ هندوق ونشوف. دي باين انها وركه اهي، وهنهش من النص كده اطلع قطع صغيره. قبل ما اقول اي حاجه هدوق الثانيه برده، بس دي التوابل فيها اقوى صح؟ طيب احنا بنتكلم في طعم تتبيله وطراوه وقرمشه الطبقه اللي بره. الطراوه في الاثنين ما حسيتش فرق كبير، بس فرق التتبيله هو اللي واضح قوي. اللي على اليمين دي التوابل فيها قويه قوي، باينه اكتر من اللي على الشمال بكتير. الجلده او القشره اللي بره هنا مقرمشه اكتر. فانا هبتدي ايه، اعمل كده عشان افتح. طيب دي اول مره اشوفهم هما الاثنين، باين جدا اللي على اليمين دي فعلا زي ما توقعت، القشره انشف ومتحمره ومقرمشه اكتر. مين بقى فيهم ايه ومين فيهم ايه؟ ثانيه واحده اتوقع انا. اللي على اليمين اير فراير واللي على الشمال فرن. صح برافو. دول اتنين كيك. انا كالعاده ما اعرفش مين معمول في الفرن ومين معمول في الاير فراير، بس احنا كالعاده بنبدا المقارنه بالوقت. بتاعه الاير فراير خدت 20 دقيقه، الفرن خدت 30. فانا هدوق دلوقتي عشان نختبر القلب من جوه عامل ازاي كطراوه، والجزء اللي بره قد ايه مقرمش. نبدا باللي على اليمين، ادوق اللي على الشمال. انا عندي تساؤل بس ايه مش هقوله غير لما ادوق. التساؤل بقى، ليه دي اتخن من دي مع ان القوام في البق دي هشه اكتر؟ عشان دي نص كميه دي. دي نص كميه دي. اه. بالنسبه للقلب من جوه فالاتنين نافشين وحلوين، بس دي حاسس انها نافشه او هشه اكتر. بتحطها في بقك بتلاقيها اتبخرت من بره قريبين قوي، بس الطبقه اللي فوق دي هنا ناشفه اكتر من دي شويه. طيب مين احلى؟ هي تفضيلات. انا بالنسبه لي حبيت اكتر فكره ان يبقى فيه مع الطراوه اللي في القلب فيه سنه قرمشه من بره اقوى شويه. ممكن حد تاني يحب انها كلها تبقى سوفت من بره ومن جوه، بس عامه في اي حاجه مخبوزه فكره ان الطبقه اللي بره دي تبقى مقرمشه او كريسبي شويه، دي حاجه حلوه يعني. مين اير فراير ومين فرن؟ الطبق الازرق اير فراير دي اير فراير. والاخضر فرن. انا كنت حاسس عامه لان دي التحميره بتاعتها اللي من بره، ده الشكل المميز بتاع تحميره الاير فراير. الاير فراير اللي بنستخدمها من ماركه رافال، دي ماركه مصريه. قوه اللي معانا دي 1800 واط، حجمها 7.5 لتر، وفيها حلتين. طبعا فيها كل برامج الاكل الجاهزه، فراخ سمك لحمه بطاطس وخضار بيتزا معجنات كيك كل حاجه. طبعا كلها تاتش، والشاشه ديجيتال بيظهر لك عليها الوقت ودرجه الحراره. عليها ضمان 3 سنين، وعامه خاماتها كلها كويسه جدا، وتوزيع الحراره فيها مناسب لكل الاكلات.
الاير فراير دي بيجي معاها كمان شويه هدايا عمليه قوي، عندك كبه كبيره بموتور قوي 500 واط، في كمان الكرتونه دي فيها اداه توزيع الزيت، فيها سفنجه تنظف بيها، ده غير ورق الكب كيك تستخدمه على طول، وورق زبده كبير تقدر تسوي عليه اي حاجه.